عبد الله السرغيني. السبب التجمع ديالنا كان عندنا واحد الاجتماع مع مجموعه ديال المهنيين بخصوص هذا القرار اللي جا المدينه الدار البيضاء. هذا القرار ديال هذه الشروط اللي هي ثقيله علينا وثقيله بزاف. السنه ديال البوانتاج ما كاينش شي صاعق مهني متوفره فيه هذه الشروط هذه ديال السنه ديال البوانتاج بزاف. ما كايناش، لان كان تهاون ديال البوانتاج، الناس ما كتبوانتيش لان كان بوانتيو غير السياره من ناحيه النظافه، من ناحيه الوثائق، من ناحيه، ولهذا كنتفاجئوا بهذه السنه ديال البوانتاج ثقيل علينا. وقال لك الناس اللي ساكنين في جنبات الدار البيضاء واخا كيشتغلوا في سياره الاجره غيتم الاقساط ديالهم، والناس اللي دوزوا حتى هما العقوبه حتى هما اللي كانوا داروا شي مشكله، اللي عنده شي شيك او شي ساير او شي حاجه حتى هو غادي يتقسم من سياقه سياره الاجره. ولهذا راه التشرد هو هذا، وهذه راه هي البطاله. وهاد العائلات اش مشاو شردوهم. دقيتوا شي بيبان؟ والبيبان حنا لحد الان دقينا بيبان ديال الصحافه باش نوصلوا الجهه ديالنا للسيد والي جهه الدار البيضاء ولسيدنا الله يشافيه ويطول عمره. هادشي كنوصلوا لسيدنا، هذه بلادنا وتنبغيو بلادنا وتنبغيو مليكنا وكنخدموا في بلادنا وكنخدموا لصالح الوطن والمواطنين. لهذا كنطلبوا من السيد الوالي جهه الدار البيضاء السطات يشوف هادشي ياخذوا بعين الاعتبار. نحب البلاد وبملكها وشعبها، ونتمنى الشفاء ونقول شيء لصاحب الجلاله الملك محمد سيدنا نصره الله والاسره العلويه ويرفع شانها. هذا من جانب. من جانب كسائقين مهنيين عندنا اضرار، من بينها اولا القرارات الاخيره اللي خرجت في اطار الرخصه الجديده ومن البيومتريك. البيومتريك ان كانت واحد الشروط تعزيزيه. اولا طلب ديال سنه كامله ديال البوانتاج، والسائق هناك مستغين وهناك ميمين، يعني كيخدم مره ما يمكنش تكون عنده سنه كامله. ما هي 3 شهور، ما هي 6 شهور. كاين اللي كيخدم شهر وما يخدمش شهرين، كاين اللي يخدم شهرين وما يخدمش 3 شهور، يعني متفرقه، العمل متفرق من السائق المهني. هذا من جانب. الجانب الثاني وهو المشكل اللي هو عويص من بدايه تطبيق البطاقه المهنيه. تطبيق البطاقه المهنيه كاين ناس خارج مدينه الدار البيضاء وكيستغلوا هذا المصدر العيش ديالهم هو الطاكسي. عندهم كاين اللي عنده 20 سنه، كاين اللي 10 سنوات. عبدو ربي 28 سنه بالطاكسي وانا خارج الدار البيضاء، خارج يعني اقليم بن سليمان في المجال القروي، ولكن عندي رخصه السياقه في المجال الحضاري وزاويه المهنه 28. عايشين منا واحد الاسره ديال الوالدين وديال الوليدات، وهناك مجموعه كثيره. كيفاش السؤال المطروح كيفاش غيتم ادماج هاد الناس في اطار الاستفاده من هاد البطاقه لا المهنيه ولا رخصه هاد البيومتريك الجديد. وكنطلبوا من السلطات والمعنيه ان هذا الحوار هو سلمي، ودائما حنا سلميين، وهو انه يستجيبوا للناس وياخذوا حوارات جاده في اطار تسهيل الوثائق الاداريه من اجل الوصول للهدف المبتغى، وهو تطوير القطاع برمته. والسلام عليكم.